السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله تكونون بخير. طبعا نريد نسولف على علي المرجاني اللي حرامات، يعني قنواته كلها راحت بسبب فيديو. ف يعني أنا حتى مصدوم، يعني شنو الغاية اللي هيك ناس اللي هجمت عليه على مود فيديو، انتقد شخصية. تمام، وهاي الشخصية معروفة يعني بالعراق، فانتقدها. يعني كل انسان حرية رأي، يعني انه انسان يسولف وينتقد بكيفه، يعني ما مال انه انت تطوبه وتسب عليه. هاي حريته كشخص، اوكي. و فطبوا جماعة هذاك الشخص، فبلغوا عليه، بلغوا على قنواته خطية. فاعتقادي انه راحت قنواته. يعني لو انا بمكان احتزل اليوتيوب، لانه شوف قنواتي بيها 2 مليون و1 مليون ويروحن صدمة يعني. فاعتقادي انه يعني مع الاسف على هيك ناس اللي تسوي، يعني انه ما تسدوا اغلقوا الفيديو اللي هو نشره، مو تغلقون القناة كلها. مع يعني انسان يعني عقل ما عنده، على مود غلطة سواها، وكل انسان يغلط، فهجمت عليه هجمة مو طبيعية. يعني كيف عاد هو عراقي، يعني مهما يكون رأي الكل، فهو سولف، يعني سولف شغلة وحقه، يعني كل انسان حرقت قلبه، كل انسان سولفها. فجماعة هذاك الشخص طبوا عليه، هجموا عليه، فغلقوا قنواته كلها، يعني على قناة واحدة اللي هو نشر عليه الفيديو. فانه يعني ليش يدا يصير؟ يعني الانسان بعد حتى على الانترنت وعلى التواصل الاجتماعي يخاف يسولف على شخص ما يحب، على شخص انه اذى واذى العراقيين، يخاف. يعني شنو السبب؟ يعني والله ما عند هيك ناس ليش يدا تسوي؟ يعني يخافون يحجون بالحقيقة، انه برا يطلعون يسولفون، يخافون لا ينكتلون، وهنا يخافون لا تنسد قنواتهم، وهذا باب رزقه. يعني انتو قطعتوا باب رزقه، يعني حتى هنا ملاحقين الانسان، يعني ما يصير. يعني الله يساعدك علي المرجاني، ان شاء الله ترجع قنواتك وتصير وتوصل العدد اللي تريده، ولا تترك اليوتيوب. وقاوم واستمر، انت وحش وانت بطل، وكنا نحبك وندعمك. وش نسوي؟ هي هاي الدنيا، يسكتون الحق. بور حكيت حق سكتوك، بس يلا إلها يوم، بعد إلهم يوم يعني. ما ليش نخاف احنا؟ بعد إلهم يوم، إن شاء الله ترجع قنواتك واستمر. ولا تقول انه تعتزل وما ادري ايش وتنزل، لا، استمر وما عليك من الاخرين. سدوا لك قناة 1000 قناة، تقدر تفتح 100 قناة. وتحياتي إلك وجمهورك اللي يحبك، وأتمنى انه ما تصير هاي الحالة. يعني عيب اول شيء، وثاني شيء انه انسان عراقي، يعني مو نقول اسوى طالع خارج العراق باع عراقيته، لا، انسان كان يحكي الحق. المهم ما اريد نطول عليكم، اتمنى الاشتراك واللايك بالقناة، وتحياتي لكم واحبكم.